السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد هنعمل مع بعض بقى السمنة البلدي في البيت من وش اللبن. ازاي معقول الكلام ده؟ طبعا هنعملها بوش اللبن، بس القشطة بوش اللبن، بدل ما نكلف نفسنا ونجيب بقى زبدة جاهزة. لا، احنا هنعملها في البيت، حتى الزبدة كمان هنعملها في البيت. ووداعا لغلاء وجشع التجار هنعمل مع بعض الزبدة الجميلة دي. وطلعت لنا كمان مرتة بكمية حلوة جدا، هقول لكم ازاي دلوقتي. هنجيب معانا بقى وش اللبن. كل ما تجيبي لبن بتسيبيه في التلاجة وتاخدي منه القشطة، تاني يوم بتبقى طبقة كده حلوة وكمية حلوة معاكي. انا جمعت دول، ولو انت حابة تجمعي اكتر طبعا على حسب الكمية اللي معاكي، بتجمعيها في كيس او في علبة وبتشيليها في التلاجة. وبعد كده بقى بتاخدي الكمية اللي انت خدتيها دي كلها من وش اللبن وجمعتيها، وبتجيبي حلة كبيرة بتكون اكبر شوية من الكمية اللي معاكي علشان ما تفرش منك على البوتاجاز. جبت حلة كبيرة شوية، حطيت فيها قشطة اللبن او وش اللبن اللي انا مجمعاه، وبسيبه على النار. بصوا بيبدأ ده ينزل كده وتسيح، انتوا شايفين طبعا البخار طالع ازاي، واللبن اهو بدأ ينزل من تحت، بدأت تسيح شوية بشوية. اهم حاجة ايديكي في التقليب. هسيبها لحد ما تسيح خالص، وبعد كده هفضل اني ما امشيش من جنبيها خالص، وافضل اقلب على قد ما اقدر. بصوا بدأت تسيح معايا بالشكل اللي احنا شايفينه كده مع بعض. هبدأ اجيب المعلقة بتاعتي او الاسبتيولة، وابدأ اني اقلب بالراحة كده واحدة واحدة علشان ما تتحرقش مني من تحت. هبدأ اقلب بالشكل اللي احنا شايفينه كده مع بعض، اقلب فيها كده لحد ما تسيح خالص وتجمع معايا المرمر. بدأ لونها يتغير بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض كده. ودي كده اللي تحت دي المرطة هتبدأ تتجمع معانا ولونها كمان هيتغير. هفضل اقلب فيها لحد ما الرغاوي البيضة دي كلها تروح. كده هتبقى الزبدة جاهزة معايا اني اقفل عليها واظبطها. هفضل اقلب برضو لسه شوية لحد زي ما قلتلكوا الرغاوي البيضة دي كلها تروح. طول ما في رغاوي بيضة انا مش هعرف اقفل عليها خالص. اهم حاجة زي ما قلتلكوا ادينا فيها في التقليب علشان ما تتحرقش مننا. بصوا شكلها كده خلاص، الرغاوي البيضة اللي انا قلتلكوا عليها دي خلاص راحت. بصوا بقى لون المرطة كمان بقى عامل ازاي. ده كده بصوا يعني خلاص فاضل حاجات قليلة قوي قوي على الرغاوي البيضة دي. كده بتبقى جاهزة معانا ان احنا نعملها. جبت بقى البرطمان بتاعي، جبت البرطمان بتاعي حطيت فيه المصفى، صفيت معايا الزبدة في البرطمان بقت معانا بالشكل ده. وكمان معانا المرطة طلعت معانا الطبق الحلو ده. طبعا دي كمية قليلة عشان انا كنت حاطة فيها كمية قليلة، لكن كل ما تزودي الكمية بتاعتك كل ما هتبقى معاكي اكتر واكبر في الكمية. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في فيديوهات تانية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.